فيلمنا مع أليكس لما كان طفل مع أهله المهاجرين من أوكرانيا لكندا، وبعدها بينتقلوا لندن، وبسبب إن الإيجار كان غالي عليهم بدأت المشاكل تظهر لحد ما والدة أليكس لقت شغل كويس كمحاسبة في بنك. وكان أليكس بيقضي أغلبية وقته على الكمبيوتر لأن والدته في الشغل ووالده مع أصحابه، مبيكونش ليه أي أصحاب غير الكمبيوتر اللي بيقدر يقعد عليه. أما والدته بتخلص شغلها عليه، وتاني صديق ليه بيكون الإنترنت اللي بيخليه على دراية كاملة بكل حاجة بتحصل في العالم وهو قاعد في مكانه، بسهولة الوصول لأي معلومات عايزها ومحتاجها. وبدأ إنه يتعلم الأكواد بكل أنواعها وأشكالها، ولأنه حابب يتعلم أكتر كان لازم يدخل كلية كويسة. وبقى عايز يكون زي ستيف جوبز وبيل جيتس، محتاج إنه يجمع فلوس عشان مصاريف الكلية اللي عايز يدخلها، وكان متأكد إنه أهله مش هيساعدوه في موضوع الفلوس، فقرر الاعتماد على نفسه. وبقى يدخل على المواقع اللي بتخلي الواحد يقدم كل 1000 ضغط على الموقع يكسب 20 دولار، ويكون دي أول وأسرع طريقة يكسب بيها أليكس فلوس. وكان بيخبيهم في الجهاز نفسه عشان أبوه ما ياخدهمش منه بالعافية. مع مرور الوقت حب أليكس إنه يتعلم أكتر وأكتر عن النظام المصرفي والأزمة المالية وضعف أنظمة الحماية ونقاط قوتها، وكان بيحسن من حياته. لكن حياة أهله كانت بتسوء أكتر وأكتر، ولما بيبدأ خناقهم اليومي كان بيسيب البيت وبيروح يقعد في كافيه عشان يكمل شغله. وهناك سمع في الأخبار إن في هجوم حصل على عدد من البنوك من منظمة إجرامية مقرها في الدارك ويب ومستحيل الوصول لها. كل اللي يعرفوا عنهم إن هي المنظمة دي بقيادة مخترق عالمي اسمه زد، وهو متورط في جرائم كتير حول العالم محدش عارف يوصله. وفي يوم بيرجع أليكس لبيته بيلاقي إن والدته بتعيط بسبب إنها اترفدت من شغلها في البنك، ولأن البنك هو اللي بيملك العقار اللي هي قاعدة فيه. بعت لها تحذير إنه هيسحب العقار منها لأنها عاطلة من العمل وتبقى غير قادرة على سداد القسط الشهري. وساعتها بيدي لوالدته كل الفلوس اللي معاه عشان تأمن نفسها وبيتها، وبيقول لها إن كان شغال من خلال الإنترنت، وكل الفلوس كسبها من تعبه زي ما هيعمل غيرها. ويرجع تاني أوضته، لكن فكرة إن البنك قادر يسحب البيت منهم مسابتش تفكيره، وزادت كراهية أليكس للبنك اللي اتطردت منه والدته. بس كان لازم يجمع فلوس أسرع من طريقته الأولانية، ففضل يدور على الإنترنت على طرق كسب سريعة لحد ما افتكر إنه سمع في الأخبار وهما بيتكلموا عن حاجة اسمها الدارك ويب، وبيقدر إنه يوصله، لكن بتكون إمكانياته محدودة جدا لأنه لسه جديد. فبيدخل يكلم الأدمن إزاي يبقى ليه إمكانيات ووصول كتيرة وسهلة في الدارك ويب. فبيقوله الأدمن إنه لازم يبعت له دعوة ترقية لمستوى اسمه جندي، يا إما من واحد من جوه الدارك ويب، ودي حاجة مش متاحة ليه، وإنه يعمل حاجة غير قانونية تثبت لهم إنه عايز فعلا يدخل الدارك ويب. ساعتها بيفتكر في زميله اللي بيتنمر على أي حد في المدرسة، فبيعمل أليكس موقع مزيف مع المكملات الغذائية، وبيقع زميله المتنمر ضحية للموقع، ويدخل معلومات الكريدت كارد بتاعته فيه. وقبل ما يبعت معلومات الكريدت للأدمن بيلاقي في واحد اسمه روزفلت تواصل مع أصل، وبيسأله لو كان حابب إنه يدخل الدارك ويب معاه. لكن الأول بيطلب من أليكس إنه لازم يقرا القوانين الأولانية، لأنه لو اتمسك محدش هيساعده وهو اللي هيشيل ذنبه لوحده. بيترقى أليكس لمنصب جندي في الدارك ويب، وبيشتغل مع روزفلد إنه بيبيع له حاجات زي لابتوب، ويستمر الشغل ما بينهم عن طريق إن روزفلد يبعت له أي حاجة حابب إنها تتباع، وأليكس هو اللي هيعرضها ويبيعها. وكانت المنتجات دايما بسيطة جدا زي موبايلات ومجوهرات وساعات وأجهزة كمبيوتر. وبدأ إنه يبيع كريدت كارد عشان كمان يكسب فلوس أكتر، وقدر إنه يجمع 30,000 دولار في شهر واحد بعد ما كان مجمعهم في الأول في 4 سنين. ومن بعدها سافر لمدينة تانية عشان يدخل الكلية اللي حاببها. وبعد ما بيتقبل فيها كان لازم يكمل شغل عشان يصرف على نفسه. وبسبب دخوله الكتير على الدارك ويب بقى قدر إنه يعمل هوية مزيفة يشتري بيها اللي عايزه أونلاين من خلال الكريدت اللي كان بيسرقها وبيبيعها. لكن بيواجه مشكلة، فبيبيعها بسبب إن أغلبية المحلات بتكون متأكدة إنه سارقها، ويبقى في واحد مراقبه وماشي وراه، ويلاحظ أليكس إنه متراقب من شخص، ويتكلم مع اللي بيراقبه إنه ممكن يساعده في الساعات اللي معاه دي مقابل إنه يديله 30% من القيمة الإجمالية للساعات. ويوافق أليكس لأنه مش قدامه حل تاني، وساعتها بياخد الساعات منه وبيدخل محله وبيقدر يبيعها بمنتهى السهولة ويجيب له 24,000 دولار. بتكون دي أول مرة أليكس يقابل سي اللي باعله الساعات بسهولة، ويبدأ يساعده بعض عن طريق إن أليكس يشتري وسي يبيع. وبيكون سي زي رجل المبيعات كده، لكنه بيكون محترف في شغله وقادر يبيع الهوا لأي حد، وده بيفيد أليكس جدا في بيع الحاجات اللي بيشتريها أونلاين. وفي خلال شهور بس بيكسب أليكس 60,000 دولار. لكنه بيسمع في الأخبار إن زد مستمر في هجوم على البنوك لأنها بتستبعد المواطنين وبتسيطر عليهم. يفضل أليكس يسمع خطابات زد اللي بتتذاع في الأخبار لحد ما بيقتنع إن الحياة الجماعية مش ليه هو، وإنه لازم يعمل أي حاجة عشان يتواصل مع زد.
لأنه عايز يساعد اللي بيعمله. وبيطلب أليكس مساعدة سي إنه عايز يوصل لمعلومات وحسابات عملائه الكبار في البنوك. ويطلب سي مساعدة من كل واحد يعرفه إنه يسوق أي كريدت كارد خاصة بعملاء كبار، سواء في المطاعم أو في الكافيهات أو الحلاقين وصالات المساج، لحد ما بيقدر سي إنه يتواصل مع صديقته وتديله كريدت كارد صاحبها نسيه عنده وهو سكران، وإن الزبون ده عمل مشاكل كتير وبتتمنى إنهم يقدروا ينتقموا منه. فبياخد أليكس الكريدت ومن شكلها بيعرف إن ملهاش حد معاه من الفلوس، معنى كده إن فيها كمية فلوس كبيرة جدا ممكن تعمله مشاكل. لكن سي بيقوله إنه هيجربه مرة واحدة بس ويدخله بيها البنك، ولو نجحوا في سحب الفلوس منها مش هيستخدموها تاني. بيروح قدام البنك وبيحاول أليكس الأول إنه يشتري بيها حاجة أونلاين، لأن صاحبها لو كان بلغ عنها مش هيقدر يشتري. وينجح في إنه يشتري، وبيدخل أليكس البنك وبيقدر إنه ينتحل شخصية صاحبة الكريدت وبيسحب جزء من الفلوس عشان عشان ما يصيرش الشبع عليه. وبيخرج بعدها لسي اللي مستنيه وبيكونوا مبسوطين جدا. وبيجي تاني يوم وبيلاقي أليكس إن الدارك ويب منزل أخبار عن البنوك اللي النظام الأمني بتاعها بقى ضعيف، ومن ضمنهم البنك اللي اتطرد أمه. فبيفكر إنه ينتقم من البنك عشان يقفل تماما. بعد ما بيحط الخطة بيروح على البنك كأنه عميل جديد عايز يفتح حساب عندهم، ويقدر إنه يحط فلاش على الكمبيوتر الموظفة اللي قدامه. بعدها الكمبيوتر نفسه بيهنج وبيستأذن من الموظفة إنه مش فاضي وهيبقى جيلها تاني. لكن قبل ما بيخرج بيقبض عليه أمن البنك لأنهم بيكونوا صوروه وبيحط الفلاش. بيحاول سي يفضل معاه لكن بيطلب منه إنه يخرج بره. وبيجي رئيس الأمن لأليكس ويسأله هو منين جاب ملف التشفير الموجود على الفلاش اللي خلى النظام يهنج. وبيفضل أليكس ساكت، لكن بيجيله فكرة إنه يقوله رئيس الأمن إنه عمل كده عشان يثبت لهم إن النظام محتاج يتطور وهو قادر يطوره. بيقتنع رئيس الأمن بفكرته وبيسمح له إنه يمشي مقابل إنه ينفذ فكرته. وفي نفس اليوم بالليل بيكون اللي عمله أليكس في البنك انتشر في الدارك ويب لدرجة إن كل المخترقين كانوا عايزين يكلموه عشان يتعرفوا عليه، لحد ما زد رئيس الدارك ويب نفسه أعجب بيه. ولأن يعرف إن أليكس قليل بيخرج من بيته فبيدبر له ميعاد مع الدارك ويب مع واحدة اسمها كيرا، وبينزلوا يتقابلوا وبيتكلموا عن الاختراق. وزد بتقول لكيرا إنه لو عايز تقبل زد لازم تعمل حاجة كبيرة تلفت انتباه أكتر من تدمير نظام بنك، وبيطلب منها إنها تشتغل معاه في سرقة الكريدت كارد. وبتوافق كيرا وبيكونوا فريق متكامل وبيشتري طبع الكريدت خاصة بيهم عشان تسهيل العمليات عليهم. وتقول لهم على متصفح خفي محدش يقدر يمسكهم من عليه. وتكون كيرا إضافة قوية لفريقهم، وبقوا يستهدفوا ناس أغنياء معاهم فلوس كتيرة. وبتقدر كيرا إنها تبيع أي حاجة زي سي. لكن بيبدأ سي يشك في كيرا نفسها لأن عندها مشترين كتير جدا ومش بيساوم معاها حتى، دول بيشتروا على طول. ولو عندها كل الإمكانيات دي فهم مش محتاجاهم أصلا. وبتعرض كيرا عليه إنهم يسافروا سوا هونج كونج لأن هناك في شغل أكتر بكتير حتى لو هيسيبوا سي وراه. لكن أليكس بيرفض كلامها وبيقولها إن سي صاحبه مش هيسيبه. ويجي تاني يوم وبيروح أليكس عشان يقابل روزفلد اللي سمح له إنه يترقى في الدارك ويب وبيديله 5000 دولار كشكر على مساعدته في الدارك ويب. ويسأله لو كان يعرف مين هي كيرا وإنه واخدة منصب ملازم أول. فيقوله روزفلد إنه مسمعش عنها قبل كده، وده كفاية يعرف إنها مش مشهورة أو ملهاش لازمة لدرجة إنه معرفهاش. فبيسأله أليكس على الطريقة اللي قابل بيها زد، فبيسيبه روزفلد وبيمشي. ويروح سي غصب عنه مع أليكس لعملية شراء كبيرة، ويكون معترض جدا إنهم بيبيعوا الكمية دي كلها وكل ده بسبب كيرا وإنها توديهم في ده. وبيروح يتكلم مع المشترين وبيفضل يتخانق مع كيرا قدامهم لحد ما الصفقة بتبوظ. وبسبب إن المشترين بيكونوا مع المافيا بيعرفوا إنهم لازم ينتقلوا فورا من المدينة عشان ما يتعرضوش لمشاكل تاني. بيسافروا كلهم لهونج كونج وبيشتروا شقة ومخبأ ليهم عشان يشتغلوا منه عربية جديدة وبيكملوا شغل سرقة، لحد ما في مرة ينسوا إنهم يكشفوا على كريدت هل اتبلغ عنها ولا لأ، واللي خلى المحل يكتشف إنها مزورة عنده ويطردهم. لكنهم بيقدروا يهربوا منهم، وعشان ينسوا بيروحوا يسهروا في كازينو لحد ما بيتخانق سي مع واحد من هناك. وبيروح هو وأليكس السجن اللي بيقدر يخرجهم هو عم كيرا الشخص المجهول اللي بيساعدهم ومشافوهوش قبل كده. وبيجي تاني يوم وبيغلط سي لأنه استخدم الكريدت اللي كان واخدها من زميلته أول ما بدأ الشغل في الأول خالص. وكان أليكس محذره إنه ما يستخدمهاش تاني نهائيا لأن صاحبها ممكن يلاقيها بسهولة. وبيطلب من سي إنه يرجع تاني لندن لأنه بقى بيسبب لهم مشاكل كتير، ويطردوا برا شقتهم بعد ما بيديله حصته. وبيبدأ أليكس وكيرا إنهم يعينوا ناس في سرقة ماكينات ال ATM في جميع أنحاء هونج كونج.
بعدها بيسيبوا كارت عليه كلمة دارك ويب عشان يتعرف هما تبع مين. وتاني يوم بيتذاع في الأخبار إن تم سرقة 2,300,000 والمسؤول عن السرقة هو زد من الدارك ويب. وبيقدر زد يعرف مين المسؤول عن السرقات دي، وبيبعتله رسالة على الدارك ويب يهنيه باللي عمله، وبيقوله إنه لقاه، وبيقوله أليكس إنه عايز يقابله شخصيا عشان يقوله على عملية كبيرة جدا. فبيروح على زد وبيقوله إنه هيبقى يتواصل معاه بطريقته، ويتصل بيه واحد عشان يبلغه بمكان المقابلة. ويكون زد شخص مختلف عن اللي اتصوره أليكس تماما. بيكون واحد قاعد على كرسي بجهاز تنفس متنقل. بيقوله زد ممكن يساعده، لكن مش هيبقى ليه أي أخطاء، ولو غلط هو أصحابه وأهله هيموتوا، ومجرد ما يشتغل معاه هيبقى من أملاكه. ولو نجحت خطته هياخد أي حاجة يتمناها في العالم. ويتفككوا ويتفقوا سوا. بعد ما بيخرج من عند زد بيجيله تليفون من سي إنه بيعتذرله على اللي عمله، وإنه مستنيه في الفندق بتاعه. ما بيقفل سي معاه بيلاقي إن في حد دخل عليه الأوضة اللي هو فيها، وبيتحرك أليكس وكيرا على الفندق. بعد ما بيدخلوا الأوضة بيلاقوا إن سي مدبوح في البانيو، واللي بيكون عامل كده هو صاحب الكريدت كارد اللي نسيه، وكان فيها فلوس كتير. وسي غلط أما استخدمها مرة تانية. وكان زمان أليكس وكيرا هما اللي ماتوا، وما بيكونش قدامهم حاجة غير إنهم لازم يكملوا الخطة اللي اتفقوا عليها مع زد، عشان مش هيقدروا يهربوا لأي مكان منه. بيجهزوا المكان اللي هيشتغلوا منه، وبيكونوا مخططين مع شخص إنه هيضرب رئيس الاحتياطي الاتحادي. وبمجرد ما يتصفى بينزل أليكس وفريقه أخبار مزيفة إن الرئيس ممكن يكون مات. وبتبدأ أسهم الشركات والبنوك في البورصة تنهار. ويكون زد مجهز نفسه عشان يهجم على كل الأسواق، ويقدر إنه يسرق منها الملايين. لكن بعد بتكتشف الشرطة إن رئيس الاحتياطي الاتحادي عايش وموجود في مكان تاني خالص، واللي مات ده كان شخص منتحل شخصيته عشان يحصل مشاكل في الأسواق المالية. ويهرب أليكس وكيرا من مكانهم، لكن بيتهجم عليهم مقنعين ويتاخدوا لمكان تاني. ويصحى أليكس في مكان مجهول ومش عارف يوصل لكيرا ولا لزد. وبيسافر بعدها فورا على تايلاند عشان كان متفق مع كيرا إن لو حصل أي حاجة هيتقابلوا في مكان محدد بعد يومين. ويفضل أليكس مستنياه، وبيقدر إنه يعيش بسبب الفلوس البسيطة اللي بتفضل معاه. ويروح على أقرب مكان قدر يستخدم الإنترنت ويستخدم الكريدت كارد بتاعه. ويبان الكمبيوتر إن البطاقة مزيفة. بتتصل الموظفة بالشرطة فورا من غير ما أليكس ياخد باله. ويكون أليكس لقى الأخبار بتقول إنهم قبضوا على زد بسبب خطته، وإن شركته المعروفة باسم كيرا ماتت أثناء محاولة هروبها من الشرطة. تم القبض على شخص تالت كشريك ليهم، وبيكون أليكس هو اللي حاطط معلوماته لأنه هو الشخص اللي قتل سي صديقه. فبيدخل أليكس على صفحة كيرا يمكن تكون سايباله أي حاجة. وقبل ما بيدخل بيلاقي النت فصل، والشرطة جت تطلب منه جواز سفره، وبيقبضوا عليه. ويدخل أليكس السجن ومحدش بيسأل عليه لأنه يستخدم هوية مزيفة، وبيفضل مدة طويلة في السجن، لكن بيفقد الأمل إن حد ينقذه أو يسأل عنه. بيكون كل اللي عايز يعرفه هو والدته لسه مستنياه يرجع، واللي فقدت الأمل وافتكرت إنه مات. وبعد سنتين سجن بيتم إطلاق سراح أليكس من السجن. وأول ما بيطلع بيلاقي إن كيرا واقفة قدامه مستنياه، وبيسأل عن سبب وجودها. وبيبان إن كيرا كل ده كانت شغالة مع المخابرات عشان توقع زد، وإن المخابرات زرعتها جنب أليكس لأنه هيساعدهم في الوصول ليه، وهتقرب منه عن طريق إغراءه بالفلوس. وإن الشخص اللي عينها من المخابرات هو الشخص اللي دايما كانت بتقول عليه عمه. ولأن المخابرات عندها علم إن زد موجود في هونج كونج، لازم كيرا وأليكس يسافروا. عشان كده زرعت في عقله فكرة السفر، وخلتهم يخافوا من المافيا إنهم ممكن تضرهم، وبالتالي اختاروا السفر لهونج كونج. وساعتها كانوا مراقبين كل خطواتهم لحد ما الخطة تمت، وقدروا يحددوا مكان زد فعلا وقبضوا عليه. مكانتش تعرف إنهم هيقولوا عنها إنها ماتت، وبالتالي مقدرتش يتقابلوا في المكان المفروض يتقابلوا فيه في تايلاند. وكان لازم تستنى إنه يخرج من السجن لوحده عشان ما يبانش إنها اتدخلت بأي شكل في الموضوع. ويتعرف إنها قربت من أليكس تاني، وبتقوله إنها استنته سنة فعلا، وجه الوقت اللي بيقدر يستخدم فيه جواز سفره الحقيقي عشان يرجع بيته والأهله معاه. ويخلص فيلمنا. لو عجبك ياريت تشترك في القناة ومتنساش تعمل لايك. سلام.